صينية الجلاش دي هتنفعكوا في كل الأوقات، حشوتها مميزة وطعمها يجنن، مورقة وخفيفة هتنفعكوا فطار غدا عشاء وحتى كمان في سحور رمضان. تعالوا أقولكوا عملتها ازاي. الأول جهزت الحشوة، شوية من البسطرمة متقطعين صغير وشوية من التركي المدخن وفلفل أخضر شوية كمان من الزيتون وميكس جبن شيدر وموتزاريلا وجبنة رومي. قلبتهم مع بعض وعملتهم ميكس كويس وخليتهم على جنب. الحشوة دي بقى بتبقى خطيرة قوي يا جماعة في كل حاجة ممكن تستخدموها، سمبوسة أو حتى بيتزا. دهنت الصينية بشوية قليلين من الزيت، وأنا هنا بعمل دهنة زيت بين كل ورقتين مش بين كل ورقة وورقة، يعني بحط بعد الورقتين دول دهنة بسيطة خالص من الزيت. والتوتال اللي استخدمتهم في عدد أوراق الجلاش 6 ورقات فوق و6 من تحت. يعني دهنت دهن الزيت 3 مرات، لكن الطبقة الأخيرة بقى اللي هحط عليها الحشوة ما بدهنهاش حاجة. حطيت الحشو وزعته كويس. بعد كده باكرر عدد طبقات الجلاش فوقيه برضه ورقتين ورقتين، وبدهن دهنة بسيطة من الزيت. واخر طبقة جلاش فوق خالص ما بدهنهاش اي حاجة، بسويها كويس كده وبقطعها بالعرض وبالطول مكعبات على حسب ما انتوا عايزينها كبيرة بقى او صغيرة. في طبق حطيت بيضة وعليه نص كوباية من الحليب ورشة فلفل اسود، خفقتهم كويس مع بعض وبعد كده سقيت بيهم الجلاش ده، وزعته كويس ودخلته فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. وبعد ما الحواف خدت اللون الذهبي خرجتها ورشيت على وشها شوية من ميكس الجبن ودخلتها تاني على الشواية. الجبنة تسيح وتاخد لون حلو كده. متأكدة انها هتعجبكم، استناكوا تجربوها بطريقتي وانجوي.